السلام الدولي باخر تلعة تشاتي. نتشرف بالكابتن حماده محروس قائد الاكاديميه. النهارده بيحتفل بنجم من نجوم اكاديميته اللي هو مخرجهم الكابتن سمير محمد لاعب النادي الاهلي، اللي حصل على بطوله الدوري وهداف الفرقه وكابتن الفرقه. تقول لي يا كابتن على اليوم الجميل ده اللي فعلا احنا كلنا فرحانين بالكابتن سمير، تقول له ايه؟ اقول له ربنا يوفقك وربنا يكرمك وتكمل الطريق اللي انت بنيته باذن الله. انا متوقع يا سمير ان انت هتكون ان شاء الله فوز الاهلي الاول وفوز منتخب مصر باذن الله. ده بالنسبه لطموحاتك. سمير بالنسبه لما كان معاك، هو سمير بصراحه كان في اكتر، كان في السكه الحديد ومعانا وطبعا الكابتن ابراهيم مكانه. فسمير كذا مكان بس هو حافظ على نفسه. سمير خد الطريق الصح. يعني سمير لما راح نادي طنطا قفل على نفسه، لعب دورات لا، سهر لا، سمع كلام مدربينه، التزم، خد طريق صح. ولا دورات خماسي ولا لعب حجوزات ولا الكلام ده، تمرين التزام، سهر لا، اشتغل على نفسه صح. اما راح النادي الاهلي اشتغل اكتر، حافظ اكتر، لازم ربنا يكرمه. والله يا كابتن حماده حاجه تفرق طبعا ان احنا يطلع من ربنا لينا والله كلنا. ربنا يكرمه. لما بقول بالله لعيب في عين لعيب هنا لعيب هنا، ما بالك في لعيب. وبعدين اقول لك على حاجه، ولد مؤدب جدا وباين عليه محترم جدا، متواضع جدا. ووالده ووالدته طبعا اخواتنا محترمين جدا ومتواضعين وناس شقيوا وتعبوا علشان سمير بجد. ربنا يبارك فيك يا كابتن حماده، ان شاء الله منتظرين الاكثر ان شاء الله. انبي والاهلي والزمالك يعني احنا بص يا كابتن، في ارزاق بيد الله ان شاء الله. احنا بنتعب ونشتغل صح واللاعب بيعمل اللي عليه والرزق بتاع ربنا. ان شاء الله. احنا بنجتهد والباقي على الله يعني.